السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقحم فرانك لامبارد في الدقيقة 76 الساحر حكيم زياش ضد الفريق المضيف بوثمونت، وفي أول لمسة للاعب المغربي كيقوم مراوغة وحدة من طاقة العمليات وكيعطي رأسية جميلة لكاي هافرتز اللي كيضيعها. ماشي غير هادشي، كانت هناك محاولة ثانية من ضربة خطأ كيرفع حكيم زياش الكرة بالمليمتر في اتجاه المدافع بادياشيل الفرنسي اللي كيسجل هدف التقدم وكيخلي تشيلسي تقدم بهدفين في المقابلة، وكينتهي الماتش ب3-1. هدف الاطمئنان كيسجلو اللاعب جواو فيليكس بعدما دخل كبديل في المقابلة. وبالنسبة لهذا الانتصار فكيتعتبر أول فوز لفرانك لامبارد بعد 6 مباريات بدون أي نتيجة إيجابية. أما فيما يخص مرحلة الانتقالات والميركاتو، فآخر الأخبار كتشير بلي زياش كيتلقى رسميا عرض سعودي على خطى اللاعب كريستيانو رونالدو بدون ذكر اسم لحدود اللحظة. أما في الجانب الآخر فيما يخص الزميل ديالو ناصر مزراوي، ناصر كيلعب اللقاء كامل مع بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن. ناصر مزراوي الفنان كيقدم اسيست في غاية الروعة للرواساني وكيسجل هدف تقدم الهدف الثاني، وبهذا كتنتهي المقابلة 2-1 لصالح بايرن ميونخ. وطبعا هذا الانتصار مكنه من انه يعزز الصدارة ديالو. وهنا كنشوفوا بلي ناصر تمكن مرة أخرى من إسكات توخيل اللي كان دايرو خيار رابع بعد بافارد كانسيلو وستانيسيتش. بصراحة في المقابلة ديال اليوم توخيل ما كان عنده حتى شي خيار آخر من غير أنه يلعب اللاعب ديالنا ناصر مزراوي، خصوصا وأن هناك إصابة اللاعب أوباميكانو، وبذلك فهو مجبر أنه يلعب بنجامين بافارد كقلب دفاع، كما أن هناك إصابة اللاعب دافيس وبذلك كانسيلو كيلعبوا ظهير أيسر، كما أن اللاعب الكرواتي ستانيسيتش مصاب، وبهذا فالخيار الوحيد هو أنه كان يلعب ناصر مزراوي كظهير أيمن. وهنا كما كنشوف في الصورة ناصر كيقوم بواحد صرخة كتحمل معاني كثيرة، الصرخة اللي كتحيد عليه واحد الضغط كبير. ناصر بطبيعة الحال كيستاهل فرصة أكبر باش